بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال سبحانه: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أظله في أرض فلات. وفي مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وبعد، فنشكر المشايخ الفضلاء جزاهم الله خيرا، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ عبيد حفظه الله، كذلك الشيخ محمد بن غالب، كذلك الشيخ عرفات والشيخ أسامة العتيبي، وكذلك كل من رد علي في ما أخطأت فيه، فجزاه الله خيرا وأنا له من الشاكرين. وهذا من أوضح الأدلة على صفاء المنهج السلفي، وأنهم لا يحابون في دين الله أبدا، فحفظ الشريعة أولى من كل شيء، ورد الخطأ واجب ولو صدر حتى من صاحب السنة. وبعد، ما حصل معي هو نتيجة لأخطاء صدرت مني، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علي فيها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علي فيما أخطأت فيه من قبل مما صدر مني ما هو مخالف لمنهج السلف. وقد طلب مني من قبل الشيخ الفاضل الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري بالجلوس مع أخينا محمد الأنقر حفظه الله، وأنا في ذلك الوقت رفضت لأسباب رأيت أنها صحيحة وهي خطأ، ونظرة أهل العلم كانت أصوب وأفضل مما رأيته. وليس معنى ذلك أني أبغض العلماء ولا أحترمهم أبدا، فأنا ممن يحبهم ويجلهم، فجزاهم الله خيرا. وهذا الرفض مني هو في الحقيقة من سوء الأدب مع العلماء، والأولى هو قبول كلام العلماء، فهم أدرى وأعلم بمصلحة الدعوة وبسيرها مني. وكذلك تخطئتي لأخينا أبي حذيفة بعد تزكية الشيخ عبيد حفظه الله هو كذلك من سوء الأدب ومن التقدم بين يدي العلماء، وكان الواجب هو الوقوف حيث قال شيخنا الشيخ عبيد حفظه الله. وأعتذر للمشايخ الأفاضل جزاهم الله خير مما صدر مني في حقهم أو في غير من إخواننا السلفيين جزاهم الله خيرا. قد قال الله تبارك وتعالى في ذم أهل الكبر والعناد، قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال سبحانه: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، قال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. وجاء في وصف أهل النار كما في حديث حارثة في الصحيحين، حارثة بن وهب: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته. والحديث صحيح. وما صدر من شيخنا الشيخ عبيد حفظه الله في حقي جزاه الله خير هو من باب التأديب، الأب لابنه والتلميذ أو الشيخ لتلميذه، وقد يحصل بعض الشدة، وذلك هو التأدب، وذلك
منه جزاه الله خير حرصا منه علي وعلى السلفيين مما قد صدر مني من بعض الأخطاء. وقد رأيت كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله وغفر له، قال في مجموع الفتاوى: وأول ما أبدأ به من هذا الأصل ما يتعلق بي، فتعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين، فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا، لا باطنا ولا ظاهرا، ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم كل بحسبه، ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، فالأول مأجور مشكور، والثاني مع أجري على اجتهاده فمعفو عنه مغفور له، والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل كقول القائل: فلان قصر، فلان ما عمل، فلان أوذي الشيخ بسببه، فلان كان سبب هذه القضية، فلان كان يتكلم في كيد فلان، ونحو هذه الكلمات التي فيها مذمة لبعض الأصحاب والإخوان، فإني لا أسمح من آذاهم في هذا الباب، لا أسامح من آذاهم في هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل مثل هذا يعود على قائله بالملام، إلا أن يكون له من حسنة وممن يغفر الله له إن شاء، وقد عفى الله عما سلف. وتعلمون أيضا أن ما يجري من نوع تغليظ أو تخشين على بعض الأصحاب والإخوان ما كان يجري بدمشق ومما جرى الآن بمصر، فليس ذلك غضاضة ولا نقص في حق صاحبه، ولا حصل بسبب ذلك تغير منا ولا بغض، بل هو بعد ما عمل به من التغليظ والخشونة أرفع قدرا وأنبه ذكرا وأحب وأعظم. وإنما هذه الأمور هي من هي من مصالح المؤمنين التي يصلح الله بها بعضهم بعضا، فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين. وننصح أخيرا الشباب بالالتفاف حول العلماء والتمسك بغرزهم، ونشكر لمشايخنا الفضلاء على جهودهم نصرة السنة من السلف، وننصح بغرز علمائنا حفظهم الله كشيخنا الشيخ عبيد حفظه الله، شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، شيخنا الشيخ كذلك الشيخ عبيد، والشيخ محمد بن هادي، والشيخ زيد، والشيخ الفوزان، وغيرهم من أهل، والشيخ عبد الله البخاري، وغيرهم من مشايخ أهل السنة الذين يوصي بهم العلماء فأوصي نفسي أولا وإخواني ثانيا باحترام هؤلاء العلماء وبالسير على غرزهم والاقتداء بهم، والدعاء لنا ولهم بالثبات والتمسك بالسنة حتى نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.